عمان، قطر، الامارات، من راح يوصل لكاس العالم؟ صعبه صح؟ لان ثلاث منتخبات مستواهم جدا متقارب حقيقه. نتكلم عن الاداء السيء اللي قدموه في تصفيات كاس العالم، نتكلم عن عدم الاستقرار، وكذلك كل مدرب جديد على المنتخب. فهذا الشيء يعني ولا منتخب جاهز ونقدر نرشحه انه يوصل لكاس العالم بكل سهوله. فعلى المنتخبات انهم يشدوا حيلهم حقيقه ويقدموا افضل ما لديهم في 180 دقيقه. ممكن راح تشاهدوا سيناريو جدا ممتاز حقيقة وجنوني، وهذا اللي أنا أحسه، إنه في ثلاث مواجهات راح تشاهدوا تعادل تعادل تعادل، وراح تكون إثارة جدا كبيرة حقيقة. ولكن تعالوا نشاهد تفاصيل كل منتخب. المنتخب الإماراتي اللي تعاقد مع مدرب أنا بالنسبة لي أحسه جدا ممتاز، وعرفوا يتعاقدوا مع من؟ مع كوزمان، اللي متعايش في الملاعب الإماراتية من فترة جدا طويلة، وعارف اللاعبين، يعني عارف نقاط ضعف كل لاعب. حقيقة المنتخب الإماراتي كسب مدرب جدا كبير، وممكن راح يصنع الفارق إذا قلنا أن الإمارات راح تتأهل كأس العالم بسبب المدرب، أنه عارف اللاعبين. أما المنتخب الإماراتي المنتخب العماني والقطري مدربينهم بعدهم جداد. حتى لو تقول لي مدرب وصل 60 مرة لكأس العالم، ترى ما له دخل في أنه مدرب ما يعرف لاعبينه، بعده جديد عليهم. يعني إذا لعب بطولة بسيطة ولا حاجة بعده يحتاج له وقت. منهم راح ينجح جدا صعبة. كل المنتخبات الثلاثة عملوا معسكرات ولعبوا مباريات ودية، ولكن للأسف المنتخب العماني خسر لاعب في المعسكر، ما بسبب الإصابة أو حاجة، لا، بسبب عدم تفاهم بينه وبين المدرب البندر العلوي. خسرناه. بتقول لي هذا ما وقت أن نتكلم، أوكي صح أتفق معك، ولكن خسرنا أهم لاعب أو أبرز لاعب، لأن هذا اللاعب يمكن هو اللي يصنع لك الفارق في أي وقت وفي أي مكان. ما يهمه من الخصم، يصنع لك الفارق. ولكن للأسف عل وعسى أنه يكون خير له ولنا، ونتمنى التوفيق لباقي اللاعبين أنهم يقدموا أفضل ما لديهم، لأن في هذه المواجهات عليك أنك تستغل كل فرصة في المقدمة، تسجل هدف وتغطي دفاعك، ممكن أنك تكسب 3 نقاط، وهذه 3 نقاط تأهلك لكأس العالم. فعلينا أن نسعى ونقدم أفضل ما لدينا. تعالوا ندخل في تفاصيل مباراة عمان وقطر. قطر اللي دائما وأبدا تقدم مستويات جدا ممتازة في البطولات المجمعة مثل هذه، يعني شاهدنا في نسختين من كأس آسيا قدموا مستوى جدا ممتاز وأبهرونا وحقوهن. المنتخب القطري يلعب بين أرضه وجمهوره في استاد قاسم، هذا الملعب اللي معظم مباريات المنتخب القطري لعبوهن هنا. ولو ندخل في تفاصيل أعمق، المنتخب القطري معظم لاعبينه من نادي السد، وهذا هو ملعب نادي السد، فيعني متأقلمين على أمور ملعب وجمهور وإلى آخره. ولكن احنا ما يهمنا هذا الشيء، يهمنا ان نركز على 90 دقيقة، لان لو فزت قطر راح توصل لكأس العالم، وتذكروا هذا الكلام، بس فوز على قطر في 90 دقيقة راح توصل لكأس العالم. فأتمنى نركز على 90 دقيقة وما نركز على التحكيم. بتقولي صالح دائما وابدا حننظلم امام قطر والسبب التحكيم. اتمنى هذه الفكرة فقط عند الجمهور مش عند اللاعبين، لان اذا اللاعبين عندهم هذه الفكرة ان قطر دائما وابدا تفوزنا بالتحكيم، والله ما راح نفوز، ما راح نقدم مستوى جيد، لان اللاعبين راح يطلعوا من جو المواجهة على اي لقطة. ليش؟ لانه في الفكر عندهم ان نحن خسرنا من قطر في المباريات الماضية بسبب التحكيم، فما راح تقدم مستوى ممتاز. بس لو تراجعوا المواجهات الماضية، نحن نعم خسرنا بسبب التحكيم والظلم، ولكن في بعض اللقطات فقط، لقطة أو لقطتين في 90 دقيقة، أنت كم فرصة ضيعت وكم فرصة أهداف. فيعني أخطائك حملتها الحكم بسبب لقطة أو لقطتين. إذا صالح خلينا من أمور التحكيم. الحين كيف نفوز على قطر؟ إذا تبغى تفوز على قطر اقلب السيناريو اللي دائما وأبدا المنتخب القطري يعمل لك إياه. قطر دائما هي اللي تتقدم في النتيجة، تضغط في البداية وبعد ذلك تغلق مناطقها. يعني إذا سجلت عليك قطر في البداية راح تلعب ب4-4-2 وتعتمد على التحولات، هي غالقة مناطقها في الخلف، وممكن راح تطلع بنتيجة جدا كبيرة ب2-3 وممكن 4. بس إذا أنت عكست هذا السيناريو وأنت اللي ضغطت في البداية وسجلت هدف في الدقائق الأولى، راح تنتصر في هذه المواجهة. وتذكر هذا الكلام، فقط انك تسجل في البداية راح تنتصر في المواجهة، راح تشوف المساحات، لأن المنتخب القطري راح يبحث عن الهدف، فممكن انك تنتصر في هذه المواجهة. ولكن انك تجلس تدافع اللي في البداية ب10 دفاع ما راح توصل مكان، لأنه عندهم لاعبين عندهم المهارات الفردية مثل أكرم بالنسبة لي أنا ما أحسه لاعب عربي أو آسيوي أو تقول لي خليجي، لا، لاعب عالمي عنده المهارات الفردية اللي من أي منطقة يسجلها سواء من داخل خارج البوكس. فعلينا أن نحذر من هذه النقطة. نحن لازم نسجل إذا نبغى نوصل لكأس العالم. أما إذا تبغى أنك
تطلع من تصفيات نجلس دافع. النقطة الثانية والأهم واللي هو لابد أن نضغط على المنتخب القطري في مناطقه، ما نخليه يخرق أو يبني على راحته مثل ما هو يبغى، لا نضغط عليهم فما يكون عندهم حل إلا واحد واللي هو الكرات الطولية، واللي هم سيئين فيه حقيقة وخسروا أو فقدوا العديد من الكرات. فنحن نقدر هنا نستفيد من التحولات اللي نعملها. أول ما نقطع الكرة نعمل التحول السريع باتخاذ قرار سريع، ما نكون بطيئين حقيقة. لما نستلم الكرة نجلس نفكر وفي الأخير رجع للحارس والمنتخب القطري يرجع لمناطقه، لا لابد ننتشر ونتمركز في المناطق الصح ونستغل مساحاتهم، لأن الفريق القطري يكون طالع فراح تشاهدوا المساحات. ما لما نفقد الكرة نرجعها للحارس. أتمنى نكون سريعين في التحولات. وثاني شيء لا ننسى المنتخب القطري دفاعيا دائما وابدا يتمركز داخل البوكس، فيعني عندهم مساحات في الأطراف، ونحن ما شاء الله ممتازين في العرضيات. فأتمنى من أمجد أو علي البوسعيدي أنهم يستغلوا هذه المناطق والمساحات ونستفيد على الأقل فرصة أو فرصتين، لأننا قادرين أنه نسجل حقيقة من قبل العرضيات، لأن أيضا هم سيئين دفاعيا في الكرات العرضية. فشاهدتوا نقاط ضعف المنتخب القطري، ولكن المنتخب القطري أيضا جدا ممتاز هجوميا، يمتلك العديد من الحلول. نتكلم عن أكرم والمعز، هذول وحدهم ما شاء الله ممتازين. عندهم إدمنسون وكذلك بيدرو اللي عرضياته دائما وأبدا تكون ممتازة. فاحذروا المنتخب القطري هجوميا، ولكن علينا أن نستغله دفاعيا. عندهم بعض الأخطاء لابد أن نستغلها ونستفيد منها.